اليوم غادي نكملوا التحليل الاقتصادي. قبل ما نبداو الشرح ديالنا واحد الحاجه مهمه، كما كتشوفوا لاحظوا معايا الخوت، هنا عندنا المارشي ديال الذهب. لاحظوا معايا هاد الشمعه هادي ديال البيريش الكبيره بزاف، عندنا واحد الزخم اللي كبير. هاد الشمعه هادي راه بسبب الاخبار اللي طلونساو ليا في هاد الوقيته المعينه اللي خلاو البرايس انه يهبط. هاد الهبطه هادي كامله كيفاش غادي نستافدوا من هاد الهبطه هادي، اولا كيفاش نعرفوا باللي راه غتكون هاد الهبطه هادي. ثاني حاجه كما كتشوفوا هنا عندنا الاخبار اللي كانوا السبب ديال هاد الهبطه. بطبيعه الحال عندنا المؤشرات اولا الاخبار هما نفس السميه، المؤشرات راه هما الاخبار. كما كتشوف عندنا معدل الشكوى من البطاله، عندنا تقرير التوظيف الغير الزراعي اللي هو الان اف بي، وهذا التقرير هذا راه مهم بزاف. وعندنا معدل البطاله، يعني غادي نعرفوا كيفاش نقراو يعني الاخبار، او كيفاش نعرفوا واش الخبر يخرج سلبي او لا ايجابي، وكيفاش غادي يكون التاثير من غيتلونسا الخبر. يعني باش تعرف هذا الشيء هذا كامل خصك تتبع معايا الفيديو وتشوف الشرح اللي غنشرح دابا. صافي، ما عليناش دابا الخوت نبداو في الشرح ديالنا. يعني باش نفهموا حنا نقراو التحليل الاقتصادي او نديروا التحليل الاقتصادي ديال اي دوله كما كانت. وكما كتشوفوا هنا غادي حنا نخدموا على امريكا، الاقتصاد الامريكي، لانه مهم بزاف، لان حنا كنخدموا بالدولار، الناستاك، الذهب، اليورو، يو اس دي. يعني شي حاجه مهمه اننا نخدموا بالاقتصاد الامريكي. صافي، يعني دابا نبداو باول حاجه خصك تعرفها يعني باش تكون محترف في التحليل الاقتصادي. لاحظوا معايا الخوت، هنا عندنا واحد الخطاطه، حاولت انني نلخص لكم يعني سنوات ضوئيه يعني من التجربه. وطبيعه الحال داكشي اللي قريته انا في لافاك، يعني كانت عندي الاجازه في الاقتصاد يعني والتسيير، يعني حاولت انني نبسط لكم الامور كامله باش نعطيكم كل شيء يعني في خطاطه واحده. اول حاجه خصنا نعرفوها بعدا باش نفهموا التحليل الاقتصادي، خصنا نعرفوا كيف يعمل النظام الاقتصادي ديال شي دوله معينه. حنا غناخذوا امريكا. الا عرفتي تقرا غير الاقتصاد ديال امريكا راه اي اقتصاد غادي يجي قدام غادي يطحنوا. اول حاجه خصنا نعرفوها هو البنك المركزي. البنك المركزي هو المسؤول على العمله المحليه، بحال مثلا امريكا هو المسؤول على الدولار. هذا البنك المركزي عنده واحد السياسه نقديه كيتبع على حسب الوضعيه ديال الاقتصاد، واش الاقتصاد في النمو او في الركود او في الكساد او في التوسع الى غير ذلك. هادشي غادي نعرفوه بطبيعه الحال في هذا الفيديو هذا. كما كتشوفوا البنك المركزي هو المسؤول على طباعه المال، يعني هو اللي كيطبع لي الدولار، هو اللي كيتحكم ليا في الكميه ديال السيوله ديال الدولار يعني اللي كتدور في الاقتصاد، هو اللي كيتحكم، هو الروبيني. الا بغى مثلا يكثر الفلوس في البلاد راه غادي يطبع بزاف وغادي يخفض الفائده. الا بغى مثلا يقلل الفلوس في البلاد راه ما غاديش يطبع الفلوس، وطبيعه الحال غادي يرفع الفائده باش الناس ما يقشروش بزاف ديال الفلوس. وطبيعه الحال هنا غادي ندخلوا في الدوره الاقتصاديه وحنا غادي نعرفوه دابا شويه. كما كتشوفوا دابا البنك المركزي الا بغى يصيفط الفلوس في الاقتصاد عنده واحد الوسيط بينه وبين الاقتصاد اللي هو البنك التجاري. البنوك التجاريه اللي كنتعاملوا معها حنايا كافراد بحال مثلا السياج مثلا، يعني عطيتكم غير مثال. مثلا دابا هذا البنك التجاري كيقترض الفلوس من عند البنك المركزي بواحد الفائده. وطبيعه الحال البنك التجاري ملي كيقترض راه هو باغي يربح، اوكي، لحقاش راه بيزنس، البنك التجاري راه بيزنس، هو باغي يربح. يعني حتى هو غادي يمشي غادي يزيد شويه ديال الفائده باش يقرضها للشركات او لا الافراد. اوكي، كما كتشوفوا هنا عندنا واحد التسلسل من البنك المركزي، البنك التجاري، الافراد والشركات. صافي، هذه من واحد الناحيه. دابا الافراد ملي كيبغيو مثلا الفلوس بطبيعه الحال غادي يمشي للبنك التجاري باش يقترض الفلوس بواحد الفائده باش يشري واحد الطوموبيل، باش يشري واحد البارطما، او لا يستهلكها مثلا في المواد الاستهلاكيه، او يشري بهم مثلا الحولي او لا غير ذلك. وهذا الشيء راه كاين في الواقع ديالنا الخوت. ثاني حاجه عندنا الشركات ملي كيبغيو مثلا يتوسعوا او لا يزيدوا واحد القطاع مثلا عندهم في الشركه ديال الانتاج، او لا يزيدوا من الصناعات ديالهم او يوسعوا البيزنس ديالهم، بطبيعه الحال غادي يمشيو يقترضوا على البنك التجاري بواحد الفائده باش يمولوا دوك المشاريع ديالهم. صافي الخوت، بكل بساطه يعني هادشي اللي خصك تعرف حاليا، هادشي اللي خصك تعرف كيف يعمل النظام. انا ما بغيتش نعقد عليكم الامور، راه كاينين شي حوايج اعقد من هادشي، ولكن غير نبسطوا وصافي. كما كتشوفوا هذا البنك المركزي دابا اللي خصك تعرف هو اللي كيتحكم في السيوله اللي كتدور في الاقتصاد. اوكي، الا بغى الاقتصاد يمشي في النمو، يعني باغي دابا نقولوا مثلا البنك المركزي واحد المثال، الا بغى مثلا يحرك الاقتصاد يحركه، بغى الناس تخدم مزيان، بغى الشركات تنتج مزيان، اشنو غادي يدير؟ غادي يخفض الفائده، غادي يجي البنك التجاري غادي يقترض عنده
الفلوس بواحد الفائده اللي هابطه، وطبيعه الحال البنك التجاري غادي يسلف الناس او الشركات بواحد الفائده اللي هابطه. الناس والشركات ملي غيشوفوا باللي واحد الفائده هابطه غادي يقترضوا بزاف، يعني الاستهلاك غادي يرتفع والانتاج غادي يرتفع. والعكس صحيح، الا بغى البنك المركزي انه يبطئ لنا الاقتصاد. صافي الخوت، ما عليناش نمشيو دابا لثاني حاجه. كما كتشوفوا بما ان البنك المركزي هو اللي كيطبع علينا الفلوس، اذا اي سياسه تاخذها خلال واحد الوقت معين راه غادي ياثر لنا على الدولار، سواء يقدر يضعف لنا الدولار، يقدر يقوي لنا الدولار. في حاله الى قوى لنا الدولار راه طبيعه الحال الاسواق الاخرى راه غادي تاثر، بحال مثلا الذهب، بحال مثلا الناسداك، بحال مثلا الاورو يو اس دي. داك الشيء علاش كنبقاو نراقبوا البنك المركزي باش كنعرفوا واش الدولار غادي يقوى او لا غادي يضعف. الا ضعف راه كاينه واحد القراءه، الا قوى راه كاينه واحد القراءه بالنسبه للاسواق. هذه ثاني حاجه. نمشيو دابا لثالث حاجه اللي هي الدوره الاقتصاديه. كما كتشوفوا البنك المركزي ديما عينيه على الاقتصاد، ديما كيبقى يشوف اشنو واقع في الاقتصاد، باش في حاله الا كان الاقتصاد كيمر في واحد الازمه غادي يتدخل بالادوات اللي كيستعمل، من بينهم الفائده وطبيعه المال، وعنده بزاف ديال الادوات كيستعملهم باش كيتدخل باش كيصلح الخلل الا كان في الاقتصاد. اوكي، كما كتشوفوا حنا كنحسبوا الدوره الاقتصاديه بالنسبه للنمو. اوكي، كما كتشوفوا هنا عندنا الزيرو، هنا عندنا الزائد، هنا عندنا الناقص. دابا في حاله الا شفنا النمو بدا كيتزاد بحال مثلا 1%، 2%، 3%، يعني فوق من الزيرو، هنا غنقولوا باللي الاقتصاد ديالنا راه غادي في النمو، يعني راه كيتوسع الاقتصاد، يعني الناس بداو كيشريو بزاف، يعني الانتاج بدا كيرتفع، يعني هنا عندنا واحد النمو، يعني محركه القضيه. اما الا بدا مثلا النمو كيهبط، مثلا نقولوا مثلا كان النمو 3%، بدا كيهبط مثلا كل شهر على مثلا نقولوا مثلا كان مثلا 3%، هبط ل 2%، شويه هبط ل 1.5%، هنا غنقول باللي راه عندنا واحد الركود، مرحله ديال الركود الاقتصادي، يعني الاقتصاد بدا كيرجع. اما عندنا واحد المرحله عاوتاني ثالثه اللي هي مرحله ديال الكساد. هنا ملي كيكون النمو ديالنا يعني سلبي بالناقص، يعني عندنا واحد النمو ناقص 1%، ناقص 2%، هنا طبيعه الحال كنقول باللي راه الاقتصاد داخل في كساد. وطبيعه الحال المرحله الرابعه اللي هو مني الكساد كيتحول للتعافي، يعني مني النمو من السلبي غيبدا يطلع، يعني بحال مثلا كان ناقص 3 غيولي ناقص 2، ناقص 1، حتى يولي بالايجاب. وطبيعه الحال اللي كيتحكم في الدوره الاقتصاديه هما القرارات ديال السياسه النقديه. صافي الخوت، دابا غادي نمشيو نشوفوا المؤشرات الاقتصاديه. لاحظوا معايا كما كتشوفوا، لاحظوا معايا انا درت لكم واحد الخط باش تعرفوا فين حنا دابا البنك المركزي ديما عينيه على المؤشرات الاقتصاديه، لحقاش المؤشرات الاقتصاديه هو باش كيشوف الاقتصاد، واش الاقتصاد في واحد الحاله اللي زوينه او لا في واحد الحاله اللي خايبه، باش يتخذ القرار في حاله الا كانت الازمه. دابا انا هنا درت لكم 3 تقريبا ديال القطاعات اللي مهمه اللي انت غادي تحتاج كمتداول. انا ما بغيتش نكثر لك بزاف ديال القطاعات، صافي، يعني الحوايج اللي غادي تحتاج انت كمتداول. اول مؤشر الخوت غادي نبداو به هما مؤشرات قطاع الانتاج والصناعه. دونك في هذا القطاع هذا كنحاولوا نشوفوا اشنو واقع في الانتاج والصناعه. طبيعه الحال البنك المركزي خصو يشوف اشنو واقع في الانتاج والصناعه باش يشوف واش القطاع ديال الصناعه مزيان ولا ما مزيانش، باش في حال الا ما كانش مزيان يتدخل بالقرارات ديالو باش يحاول يصحح الخلل في ذاك القطاع. اوكي، اول مؤشر الانتاج اللي خصنا نعرفه هو المؤشر الانتاج الصناعي. هنا كنعرفوا يعني واش الانتاج ارتفع ولا انخفض، باش كنعرفوا واش كاين واحد النمو او لا واحد الركود. نقولوا مثلا مثلا الشهر اللي فات كان مؤشر ديال الانتاج كان 50%، اوكي، وفات الشهر هذا ولا 55%، يعني هنا كنقراو باللي راه تزاد الانتاج، بمعنى ان الناس بداو كيشريو، بطبيعه الحال الشركات المنتجه بداو حتى هما كيصنعوا، زادوا الصناعه ديالهم، يعني زاد النمو. ثاني حاجه عندنا مؤشر مدير المشتريات اللي هما مكلفين بالشراء ديال بحال مثلا المواد الاوليه. في حاله الا كانوا مثلا نقولوا مثلا الشهر اللي فات كان مثلا مؤشر ديال مدير المشتريات مثلا 50%، مثلا نعطيكم غير مثال سهل 50%، وفات الشهر هذا تزاد مثلا 60%، كيقول لي باللي راه الشركات زادوا في المشتريات ديالهم، لان الشركات راه عندهم مهندسين اللي استراتيجيين كيعرفوا
يعني الطلبات اللي غادي يكونوا في المستقبل. يعني بما انهم زادوا في المشتريات ديالهم، يعني عارفين باللي راه غادي يكون واحد النمو. يعني الشركه راه ما يمكنش انها تقلب على الخساره ديالها، هي راه ديما كتقلب على الارباح ديالها. يعني داكشي علاش توظف الناس اللي تيكونوا اذكياء غير باش نفهموا الامور وصافي. يعني هاد المؤشرات كنحاولوا نقراو اشنو واقع في السوق ديال الانتاج صافي. يعني خصك انت تكون بحال البنك المركزي وبحال المستثمرين. يعني خصك تكون عندك هاد العقليه هادي باش تحاول انك تقرا هاد الاخبار، لان ملي غادي تربط خبر مع خبر غادي تعرف داك الخبر اللي غادي يجي واش غيخرج سلبي او لا ايجابي. هي الطريقه ديال الخوت اللي كنربطها مع التحليل الفني. ثاني قطاع الخوت اللي خصنا نعرفوا او المؤشرات، عندنا مؤشرات ديال الانفاق والاستهلاك. حنا خصنا نعرفوا واحد الحاجه، باللي الاقتصاد مبني على الانتاج والاستهلاك. الى ما كانوش عندنا واحد الشركات اللي كينتجوا لينا، راه ما غاديش يكون استهلاك، ما غاديش يكونوا مواد اللي غادي نشريو. ولا ما كانش استهلاك راه ما غاديش يكونوا شركات، لان الشركات راه هما كيخدموا على اساس العرض والطلب. يعني الا كان استهلاك غادي يرفعوا من الانتاج، ما كانش استهلاك راه غيديروا فايت. بهذا المصطلح هذا اول مؤشر خصنا نعرفوه هو مؤشر ديال مبيعات التجزئه. باش نبسط لكم، الحوانت مثلا اللي كيبيعوا مثلا الزيت، كيبيعوا لنا مثلا البوطه، كيبيعوا لنا المواد مثلا الاستهلاكيه اليوميه الى غير ذلك الخوش. كما كتشوفوا في حاله مثلا، الى نعطيوها مثال دابا، في حاله مثلا نقولوا مثلا الشهر اللي فات كانت مثلا 10%، يعني المبيعات ديال التجزئه كانت 10%. هذا الاسبوع هذا مثلا اولا هذا الشهر هذا جات مبيعات التجزئه 6%. شنو كيبين ليا؟ باللي مبيعات ديال التجزئه انخفضت ليا بالنسبه ديال 4%. يعني كنقول باللي الاستهلاك انخفض ليا. يعني كتشوف باللي السوق راه داخل واقيلا في الركود الاقتصادي، بطبيعه الحال هذا الشيء راه عنده تداعيات وعنده تاثيرات على المدى المتوسط. ثاني مؤشر الخوت هو مؤشر ديال الدخل الشخصي. يعني شحال كيدخل كل واحد. الى مثلا نقولوا مثلا الشهر اللي فات كانوا كيدخلوا مثلا الفرد الواحد كيدخل مثلا 5000 درهم، هذا الشهر هذا ولاو كيدخلوا 6000 درهم مثلا. هنا كيقول لك هذا المؤشر باللي راه الفلوس تزادوا في السوق. يعني بما ان الصالير تزاد، يعني الاستهلاك غادي تزاد والانتاج غادي تزاد، والعكس صحيح. وعندنا دابا ثالث مؤشر هو مؤشر ديال الاستهلاك الشخصي. يعني كل فرد شحال كيستهلك. الى تزاد الاستهلاك كيبين لي باللي راه عندنا واحد النمو، الى انخفض الاستهلاك راه كيبين لي باللي راه عندنا واحد الركود في الاقتصاد. نمشيو دابا لثالث قطاع اللي خصنا نعرفو، وهذا القطاع هذا راه مهم بزاف الخوت، اللي هو قطاع التوظيف، الوظيفه. يعني مؤشر القطاع التوظيف او مؤشرات ديال قطاع التوظيف، اول مؤشر خصك تعرف هو مؤشر اعانات البطاله. مني شي واحد كيفقد الوظيفه ديالو راه ما ياكل، ما عندوش الفلوس باش غادي يصرف. بطبيعه الحال غادي يمشي للحكومه باش ياخذ الاعانه. يعني غيعطيوه واحد الاعانه شهريه مثلا باش يحاول انه يعيش حتى يخدم. في حاله الى ارتفعوا ليه الاعانات البطاله، هنا كيدل باللي السوق ديال العمل فيه واحد الخلل، لان الناس فقدوا الوظائف ديالهم، مشاو بلغوا بالاعانه ديال البطاله باش الحكومه تعطيهم السوسيال مثلا، اوكي، باش انهم يصرفوا. والعكس صحيح الخوت. نفس القضيه عاوتاني هنا عندنا مؤشر ديال معدل البطاله. معدل ديال البطاله يعني شحال ديال الناس فقدوا الوظائف ديالهم. في حاله مثلا الى معدل ديال البطاله ارتفع، هنا كيدل باللي بزاف ديال الناس بطاليين. يعني هنا الاقتصاد فيه مشكل، يعني قطاع ديال التوظيف فيه مشكل. بطبيعه الحال هذا الشيء غادي ياثر على الاستهلاك والانتاج ديال الشركات الخوت. راه كلشي مرتبط بكلشي. هذاك الشيء علاش كنقول لكم انا كنربط المؤشرات باش كنقرا الاقتصاد الخوت صافي. يعني ما يمكنش تقرا كل حاجه بوحدها، خصك ضروري تربط الامور، وطبيعه الحال خصك تربط مع التحليل الفني باش تراسي الطريق ديال الخبر. هنا عندنا ثالث مؤشر الخوت ومؤشر الوظائف الغير الزراعيه اللي هو الان اف بي. وهذا الخبر هذا راه مهم بزاف، وقلتها لكم شحال من مره. الان اف بي مهم بزاف، هو مؤشر ديال الوظائف المضافه في الاقتصاد الغير الزراعي. علاش غير الزراعي؟ لان القطاع ديال الزراعه هو موسمي. تقدر مثلا تخدم 20 يوم، تقدر تخدم 3 شهور، تقدر تخدم 20 يوم. يعني ماشي واحد الوظيفه اللي دائمه. حنا خصنا نحسبوا الوظائف الدائمه اللي كتخدم مثلا 3 سنين 5 سنين، يعني واحد الوظائف اللي كتاخذ عليهم واحد الطر ديال الخبز على المدى البعيد، ماشي المدى القصير بحال مثلا 3 شهور اولا مثلا 15 يوم صافي. يعني الى ضافوا لي الوظائف في الاقتصاد، هنا كيدل باللي راه عندنا واحد القوه في القطاع ديال التوظيف. يعني الناس بزاف غاديين يخدموا، يعني تخلقوا لي بزاف ديال الوظائف. يعني بما ان بزاف ديال الناس عندهم خداميهم، يعني غاديين يربحوا الفلوس، بطبيعه الحال غادي يستهلكوها في الاقتصاد، وبطبيعه الحال الشركات غادي يخدموا. يعني الشركات الصناعيه وحتى الخدميه، بحال مثلا الخدميه بحال مثلا النقل، اوكي، الناس غادي يشدوا الطوبيسات، غيشدوا الطاكسيات، وقيس على ذلك الاقتصاد بكامله.
صافي الخوت، بكل بساطه حاولت اني نلخص عليكم الامور. هادو هما المؤشرات اللي غادي تحتاج باش تحترف التحليل الاقتصادي بلا ما تكثر عليك بزاف. اوكي، دابا الخوت خصنا نعرفوا ثلاثه ديال الحوايج مهمه بزاف، اللي هي معدل التضخم، وعندنا معدل النمو، وعندنا معدل الفائده. هاد ثلاثه ديال الحوايج راه مهمه بزاف، خصكم تعرفهم ضروري. بحال مثلا معدل الفائده هو الانترست ريت، وعندنا معدل التضخم اللي هو السي بي اي، وعندنا معدل النمو هو الجي دي بي. هادو مهمين بزاف، وطبيعه الحال البنك المركزي حاط عينه عليهم بزاف. دابا عندنا اول مشكل عند البنك المركزي اللي هو معدل التضخم. التضخم شي حاجه كيكرهها البنك المركزي. التضخم او السي بي اي، بحال مثلا نعطيو مثال غير بالبيض، نقولوا مثلا البيض كنا كنشريوه مثلا بدرهم، اوكي، كنشريوه بدرهم واحد المده ديال 6 شهور، جينا اليوم لقينا البيض ديال ب 40 ريال، اوكي، كنا كنشريوه بدرهم ولا دابا ب 40 ريال، اوكي، يعني دابا هذاك البيض تزاد تقريبا 100%، تزاد 100%، لانه تزاد بدرهم، كنا كنشريوه بدرهم وتزاد بدرهم. هذا راه مشكل. هذا يعني غينوضوا الناس غيقول لك راه البيض تزاد، وغادي تنوض احتجاجات وغيقول لك خصكم تهبطوا لنا البرايس ديال البيض، وعلاش نتوما كتزيدوا علينا والحكومه غداره الى غير ذلك الخوت. هاد الخطابات هادو كنسمعهم ديما الخوت. يعني دابا هاد البنك المركزي ملي غيشوف باللي التضخم ارتفع، لان كاينين اسباب اللي كيخليو ان التضخم يرتفع. طبيعه الحال السيوله الا كانت كبيره في الاقتصاد، الا كانوا الفلوس كيدوروا بزاف في الاقتصاد، وطبيعه الحال الا كان الانتاج قليل، هنا راه الناس راه كيشريو بزاف، وطبيعه الحال السلع كيكونوا قلال، داكشي علاش السلع كيرتفع الثمن ديالها، لان العرض قليل والطلب كثير بزاف. داكشي علاش كيخلي التضخم انه يرتفع. طبيعه الحال البنك المركزي غادي يتدخل بالادوات ديالو باش يهبط التضخم، لانه كاينه واحد النسبه معينه، هو النسبه معقوله، كيقول لك ديال 2%، خص التضخم ما يفوتش 2%. الا فات 2% راه مشكله، ولا نخافض على 1% او لا مثلا هبط لتحت راه مشكله، لان البنك المركزي خصو يتحكم في التضخم وخصو يدير لنا واحد البالانس، يعني التضخم ما يطلعش بزاف وما يهبطش بزاف، حيت الا هبط بزاف راه مشكله، ولا طلع بزاف راه مشكله. دونك هو خصو يخليه في واحد النسبه اللي معقوله باش الاقتصاد يمشي مزيان بلا مشاكل. في حاله الا كان التضخم مرتفع، راه طبيعه الحال السياسه النقديه اللي غادي يدير البنك المركزي هو غادي يجي وغادي يستعمل ليا احد الادوات اللي هي معدل الفائده. غادي يرفع ليا معدل الفائده باش الناس اللي كانوا كيقترضوا بواحد الفائده اللي هابطه ما يقدروش انهم يقترضوا من البنك التجاري. يعني بحال قلتي كيقلل الفلوس في الاقتصاد باش الطلب ينخفض، وطبيعه الحال حتى داك العرض اللي كان مثلا منخفض يجي معاه بالتساوي باش التضخم يهبط. اما في حاله الا كان التضخم منخفض بزاف راه مشكله بالنسبه للشركات، لان الشركات غادي يفقدوا الارباح ديالهم، لان الحاجه اللي كان كيبيعها مثلا، نقولوا مثلا الحاجه اللي كان كيبيعها مثلا ب 50 درهم يغولي يبيعها مثلا ب 30 درهم، راه خاسر 20 درهم. فهمتوني؟ هنا غادي يجي عاوتاني مول الشركه غادي يبدا يخرج في عباد الله، وغادي يبدا ينقص في الانتاج ديالو، لانه راه خاسر. طبيعه الحال البنك المركزي راه ما باغيش هذا الشيء هذا. غادي يجي البنك المركزي باش يحاول انه يطلع التضخم باش الشركات ما يخسروش، غادي يجي وغادي يهبط النسبه ديال الفائده باش الناس يحاولوا انهم يقترضوا الفلوس بزاف ويمشيو يستهلكوها في الاقتصاد، ورجع التضخم عاوتاني بيطلع عاوتاني بشويه، والشركات عاوتاني غادي يجيو عاوتاني يبداو يقترضوا لان الفائده هابطه، غيبداو يطلعوا في الانتاج الى غير ذلك، وغادي نبقاو غاديين في هذه الحلقه المفرغه. يعني دابا المهمه ديال البنك المركزي هو ديال البالانس ما بين الامور، يعني ما يخليش الامور تخرج على السيطره، باش يخلي واحد الاقتصاد غادي بواحد الهارموني. اوكي الخوت، بما ان دابا الخوت حنا شرحنا معدل التضخم ومعدل الفائده والعلاقه بيناتهم، هنا عندنا دابا معدل النمو. معدل النمو هو كيبين ليا النمو ديال واحد الاقتصاد، واش داك الاقتصاد غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان، ومن خلاله كنعرفوا الدوره الاقتصاديه فين هي كاينه اولا في اين مرحله كاين عندنا هذا الاقتصاد، باش ندخلوا ندير واحد التدخل استباقي باش البنك المركزي يتدخل. يعني استباقي يعني قبل ما يكون المشكل يتدخل باش يحاول انه يدير ليا واحد تعديل يعني في الازمه الاقتصاديه. كما كتشوف الخوت، حاولت نبسط لكم الامور، انا ما بغيتش ندير لكم داكشي اكاديمي، داكشي اللي قريته انا في لافاك
فهمتوني. حاولت اني نلخص لكم الامور اللي غادي تحتاجوا بدون ما نبقى ندوي بزاف، فهمتوني. يعني هادشي اللي غادي تحتاج، هادشي اللي خصك تعرف باش تحترف تعامل مع الاخبار بكل بساطه، باش بلا ما نقوي عليكم بزاف. نتلاقاو في الفيديو الجاي.